مساء الفل او صباح الفل عليك يا صديقي العزيز على حسب التوقيت اللي بتتفرج فيه على الفيديو ده. اهلا بيك النهارده معايا في مراجعه عمل من الاعمال اللي نازله في معرض الكتاب، وانت دلوقتي هتتفرج معايا على ريفيو العمل ده بشكل حصري على القناه. اهلا بيكم في مراجعه الرحله 914 للكاتب امير عادل. طيب، خليني في البداية أقول إن الرحلة 914 هي مش رواية ولكنها نوفيلا، والنوفيلا بتكون أطول من القصة القصيرة وأقصر من الرواية الطويلة. والرحلة 914 هي نوفيلا للكاتب أمير عادل، صدرت مع دار حدوتة مصرية للنشر والتوزيع في معرض الكتاب 2024. يعني تقدروا تروحوا وتشوفوا العمل وتشتروه وتلاقوه موجود في معرض الكتاب في اليومين اللي جايين دول. وزي ما قلت لحضراتكم، الرحلة 914 من إصدار دار حدوتة مصرية للنشر والتوزيع في معرض الكتاب 2024، وعدد صفحات العمل 83 صفحة. يعني العمل مش هياخد منك ساعة زمن قراءة، وده لسببين مهمين جدا هنتكلم عنهم في الريفيو. لكن خليني أقولهم لك من دلوقتي، وهو سلاسة العمل وبساطة العمل، وحتى اللغة اللي كانت مستخدمة فيه كانت لغة جميلة وبسيطة وسهلة وما فيهاش أي تعقيد، فالعمل فعلا مش هياخد معاك ساعة قراءة. وعمل النهارده بيتكلم عن الرحلة 914 اللي قامت بيها طيارة من طراز بان اي ام، والرحلة دي أقلعت من المطار سنة 1955 واختفت لمدة 37 سنة عشان تعيد الظهور مرة تانية سنة 1992. ومن هنا يا صديقي العزيز بتبتدي الأحداث اللي موجودة معانا في العمل في مطار كراكس في فنزويلا سنة 1992 مع مراقب الطيران خوان لاكورتي، اللي بيكون عنده بعض المشاكل النفسية وبعض التقلبات ومصاب بانفصام وبكمية أمراض نفسية مهولة، علشان فجأة الموظف ده أو مراقب الطيران ده يلاقي إن في جليتشة بتظهر قدامه على الرادار وتختفي، وبيلاقي إن الجليتشة دي بتظهر على مدار كام يوم، لحد ما في الآخر بيتواصل معاه كابتن الطيارة وبيقول له أنا فلان الفلاني كابتن الطيارة الفلانية الفلانية بالرحلة الفلانية الفلانية، أين نحن؟ فبيبتدي خوان لاكورتي يجمع الدنيا ويعرف ايه اللي بيحصل، ويكتشف ان دي الطائرة او دي الرحلة اللي اختفت سنة 1955 في ظروف غامضة، ورغم البحث الكتير اللي تم على الطيارة دي وعلى الرحلة دي بعد اختفائها، الا ان محدش قدر يوصل ليها على الاطلاق. ومن هنا بتبتدي معانا احداث التحريات للبحث عن اسباب اختفاء هذه الطائرة واسباب اختفاء الرحلة العجيبة دي. وصحيح بداية العمل كانت سنة 1992، إلا إن الأحداث كلها ما حصلتش سنة 1992، بل الفصول بتاعت العمل كانت متقسمة على حسب التواريخ والأزمنة، لأن كان في تنقل زمني كبير جدا في كل فصل بيتم، علشان عن طريق التنقلات الزمنية دي نقدر نلقط الأحداث والتطورات اللي حصلت في قضية البحث وراء سر اختفاء هذه الرحلة من ساعة اختفائها. فالأول بنبتدي مع سنة 1992، بعد كده بنرجع لعام 1955 مع لحظة طلوع الركاب على متن الطائرة وانطلاق الرحلة في الجو، علشان بعد كده تختفي بظروف غامضة. وبعد كده بنروح لزمن 2017، وبعد 2017 بنروح لعام 2020، وبعد كده بنطلع بالزمن ل 2025 كمان. فالفكرة اللي موجودة هنا والفكرة هنا انه عن طريق كل فصل اللي بيكون اصلا عنوان الفصل هو سنة معينة، بنبتدي نشوف احداث حصلت في كل سنة من السنين دي ليها علاقة بالرحلة 914، وليها علاقة بالتحقيقات اللي كانت بتحصل في السر وراء اختفاء هذه الرحلة الغامضة. فسنة 92 ظهرت الطيارة بعد اختفاء ل 37 سنة، وسنة 1955 بنبتدي نشوف لحظة انطلاق الطيارة وطلوع الطيارة في الرحلة علشان تختفي بعدها. سنة 2017 بنبتدي نشوف مجموعة من علماء الطيران أو المحققين في حوادث الطيران والملاحة بيتجمعوا مع بعض تحت إشراف مديرهم السيد أندرسون، اللي بيجمعهم علشان يبتدوا يعملوا تحقيق ويشوفوا إيه سبب اختفاء الطيارة دي. وخليني أقولك إن الجزء ده تحديدا بتاع مجموعة العلماء اللي اتجمعوا سنة 2017، وده تقريبا هو الفصل الثالث في العمل، بيترتب عليه كل اللي جاي بعد كده، وكمان مترتب على المعلومات ومترتب على النتائج والاستنتاجات اللي مجموعة المحققين أو مجموعة العلماء دول قدروا إن هم يوصلوا لها، وقدروا إن هم يستخلصوا ويوصلوا منها لسبب اختفاء هذه الطائرة. وفريق العلماء اللي اتجمع سنة 2017 كان حقيقي فريق متنوع جدا من حيث
الشخصيات ومن حيث الباك جراوندز او الخلفيات بتاعت الشخصيات، وكمان الحاجات اللي نقدر نقول انها ليها علاقة بالخلفية الفكرية لكل شخصية اللي خلتها توصل للاستنتاج الخاص بيها اللي موجود داخل صفحات العمل. ففي شخصية من الشخصيات او من المجموعة اللي اتجمعت اساسا كاتب روائي بيكتب في الفانتازيا وفي الخيال العلمي، واحد تاني منهم هو عالم فعلا في علوم الطيران وعمل اختراعات ليها علاقة بالطائرات للولايات المتحدة الامريكية، والشخصية دي تحديدا ليها خلفية عربية من العراق. وفي شخصية ثالثة كمان عالم فيزياء. فكل شخصية من الشخصيات دي كانوا كلهم قاعدين في دائرة حوالين السيد أندرسون، وابتدوا يتكلموا بالظبط من اليمين للشمال، كل واحد بالترتيب من يمين السيد أندرسون لحد ما يوصلوا للي قاعد على شماله، وبالترتيب بتاع كل واحد بنبتدي الكاتب يعرفنا الخلفية بتاعت كل شخصية، هو جه منين، هو بيعمل ايه، هو دراسته كانت ايه، هو علمه في ايه اللي أهله إن يكون قاعد على الترابيزة دي دلوقتي مع السيد أندرسون بيحلل معانا أسباب اختفاء هذه الطائرة. وبعد كده بتبتدي كل شخصية إنها تعرض لنا وجهة نظرها في اللي حصل للطائرة وسبب اختفائها وتحليل كل واحد منهم للسبب ده. والحقيقة إن الجميل في الموضوع إن الكاتب مش بس عمل كده، ولكن هو زي ما أتاح الفرصة إن هو يدي لكل شخصية صوتها الخاص إن هي تتكلم وتقول السبب بتاعها، جه في الاخر لما عرض النتيجة ما ادالكش نتيجة محددة، ولكن قالك ان النتيجة ممكن تكون خليط، النتيجة ممكن يكون ميكس ما بين كذا سبب من الاسباب اللي تم طرحها. فهو ما قالكش تحديدا النهاية كانت فين او النهاية كانت ايه. اما النهاية بقى فالحقيقة النهاية كانت حلوة جدا، يعني النهاية بالنسبة لي كانت حلوة وكانت ملعوبة بحرفية شوية من حيث الفكرة بتاعتها. النهاية كانت ما كنتش متوقعها خالص. كان عمال يترمي لها هنتات، وكان عمال يترمي لها كرامبس كده، يعني كان عمال يترمي لها فتافيت على مدار النوفيلا، على مدار ال 83 صفحة، وانت مش حاسس وعمال تقول عادي فكك كبر. بس بتيجي في اخر صفحتين اخر صفحتين في العمل، وبتلاقي ان الفتات ده بيبتدي يتجمع جنب بعضه علشان في الاخر يكون لك النهاية اللي انت ما كنتش تتوقعها على الاطلاق. والحقيقة ان الكاتب لعب حتة النهاية دي بشكل حلو جدا وبشكل جميل وبشكل عجبني انا شخصيا. لو حبيت دلوقتي اتكلم عن العمل نفسه وعن الايجابيات اللي موجودة فيه، فخليني اقول لك ان السرد والحوار الاتنين كانوا باللغة العربية الفصحى اللي كانت جيدة وكانت مناسبة جدا للعمل وكانت موزونة بشكل كبير جدا. اما الاحداث اللي موجودة في العمل فهي كانت مترابطة رغم التنقلات الزمنية الكتير اللي كانت بتتعمل في كل فصل، الا ان الاحداث كانت مترابطة، فحدث بيسلم حدث بيسلم حدث بيسلم حدث بيسلم حدث. فرغم ان في تنقلات زمنية الا ان في اعتمادية كبيرة جدا لكل فصل على الفصل اللي قبليه، فبالتالي ما كنتش حاسس ان القفزة الزمنية دي عاملة لي ازمة او مفوتة مني معلومات. والحاجة التالتة الجيدة جدا واللي كانت حلوة واللي انا برضو اتكلمت عنها هي النهاية، وازاي النهاية اتعملت ملعوبة بشكل كويس جدا وبشكل جميل جدا وبشكل مناسب وبشكل حقيقة كان فيه صياعة كده، كان فيه يعني حتة حلوة. لو حبيت دلوقتي يا صديقي العزيز اتكلم معاك عن السلبيات، فاول حاجة هقولها هي ان العمل ده اتظلم بكونه نوفيلا. العمل ده ما كانش المفروض يكون 83 صفحة، العمل ده كان المفروض يتفرد على الأقل 250 صفحة. يعني الفكرة اللي موجودة في العمل حلوة جدا، طريقة العرض بتاعت الكاتب كانت جيدة جدا، الفكرة بتاعت الشخصيات وكل واحد من الناس اللي قاعدين على طاولة المداولات والمباحثات كانت فكرة حلوة جدا. ليه ما كناش طولنا؟ ليه ما قدرناش ان احنا مش نحشي ولكن نفرد القصة اكتر من كده؟ لان القصة كانت تستحمل انها تتفرد اكتر من كده وتتوسع اكتر من كده، بالعكس وندخلها كمان بعض الاضافات التانية وبعض الاضافات الزيادة اللي ممكن كانت يعني تخلي العمل ده مثلا 250 صفحة بشكل كده حلو كده جميل مبقلظ، وفي نفس التوقيت كنا هنستمتع اكتر واكتر واكتر بالاحداث. يعني انا فعلا استمتعت بالعمل، ولكن انا عارف ان استمتاعي كان هيزيد بكتير جدا 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 لو كان العمل اتفرد على مساحة اكتر من ال 83 صفحة اللي موجودين معانا. اما النقطة السلبية التانية اللي معايا واللي انا حابب اكلمكم عليها هي نقطة مش بتاعة الكاتب اصلا، هي نقطة بتاعة دار النشر، وهي نقطة للأسف بتتكرر في اعمال كتير من دور كتيرة جدا، وهي المراجعة والتدقيق والتحرير والحاجات دي كلها. يعني العمل صغير مش كبير، فأنا مش عارف الدار ليه ما عملتش التحرير والتدقيق والتصحيح المطلوب
على هذا العمل. وعايز اقول برضو ان الموضوع ده هو ما افسدش متعة القراءة اطلاقا، ولكن هو كان ملحوظ او كان متشاف. فدي مش مشكلة الكاتب ولا غلطة الكاتب، المفروض دار النشر هي اللي بتقوم بالموضوع ده، وللاسف دار النشر لم تقم بهذه العملية على الاطلاق. فبالتالي كان في بعض الحاجات وبعض الجمل وبعض الكلمات اللي ممكن تلاقيها مكررة، حتى كانت تلاقيها فيها كلمة مثلا ناقصة، بس انت هتعرف الكلمة منك لنفسك وانت بتقرا، لانها مش حاجة عويصة يعني ولا حاجة صعبة ولا حاجة قاتلة، كانت حاجات بسيطة قوي، ولكن وجودها كان ملحوظ. والنقطة دي تحديدا مش مشكلة الكاتب، دي مشكلة الدار. وبس كده صديقي العزيز، هو ده كل الكلام اللي عندي اللي انا اقدر اقوله لك على رواية الرحلة 914 من كتابة الكاتب امير عادل. شكرا لكم واشوفكم في الريفيو اللي جاي. السلام عليكم.